جالي تعليق مهم لازم تركزوا فيه بخصوص الدشار بتاع الحمام الغزار. قال لي ايه ده، انت كل ده مدشراه؟ المفروض تخليه يطير، عشان لو طار عندك مش هيبقى حافظ المكان. انت مش شايفه اللي هم تحت الامراض بتوع الغيه يعني بيفتحوا للغزار من قبل كده عشان يحفظ المكان كويس. طيب حضرتك انا ما عنديش هنا امرايه. يعني ايه امرايه؟ الناس اللي يعني زي شبكه كده ما بيقدرش ان هو يطير، بيبقى كاشف المكان حواليه كويس جدا، لكن ما بيبقاش الحمام بيخرج بره اطار الغيه. طب انا هنا حضرتك في بلكونه، افرض انا فتحت له وهو لسه عمر شهر، يعني ما شدش حيله، وانا في ال11 وارد انه يقع، وارد انه يكون مش حافظ كويس. فكل مكان ليه طبيعته يا جماعه. يعني مش فكره ان علشان صاحب غيه عنده امكانيات معينه مساعداه ان هو يعمل كذا، انا اطبق اللي هو بيعمله بحذافيره. كل مكان وليه طبيعة بتختلف عن التاني. انا حتى قلت لكم اصبروا، يرمي اول ريشه مادام السلك ده كاشف له المكان، وده عندي برضو الفتحات ديت، فهو كاشف يعتبر الاتجاهات، وانا في دور عالي عالي. قلت لكم اصبروا اصبروا، وهنشوف انا هفتح له امتى، وهل ههشه ولا مش ههشه. هم الحمد لله يعني مستواهم هيطلع كويس جدا ان شاء الله، وهتتفرجوا على نش حلو في الغزار.